السلام عليكم. آخر جزء لو حد بيقدم على وظيفة من خارج كندا، في في وظيفة التدريس أو وظيفة التمريض. صح، مش هكذب عليك وأقول لك لو قدمت أونلاين هيعينوك من وأنت في بلدك كده ويجيبوك، بالذات في مقاطعة كيباك. أنا عمري ما سمعت عن الكلام دوت. صعب جدا. لازم تكون موجود هنا بالفعل. فأنت شوف هتدخل البلد عن طريق إيه، وتدخل هنا وتبتدي تعمل معادلة في شهادتك. وأنا قلت النصيحة دي قبل كده، أول ما تيجي على هنا الضم نفسك في دراسة. مش مهم تشتغل ايه اول ما تشتغل، اشتغل اي حاجة عشان تعرف تاكل وتشرب وتاكل ولادك لو انت معاك اسرتك. مش مهم بتشتغل ايه، محد nobody cares. بس اعمل شهادتك وعادل شهادتك، واعمل شهادة لو محتاجها عشان تاخد الرخصة. وبعدين كله عن طريق التدريبات العملية، لو انت بتتمرن عمليا في حتة او تعرف حد مدرس او مدرسة في الكوميونتي بتاعك، في المدارس اللي هتعمل فيها عملي، وهكذا. حضر السي في دايما وقدمها، وخلي شغلك اللي يثبت كفاءتك وهم هياخدوك. بالتوفيق ان شاء الله.